مرحبا وألف تحية من أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. في هذه الحلقة نطلعكم على آثار وحكايات تحير البشرية منذ آلاف السنين، من خلال قصص وحكايات مملوءة بالآثار. فعلى أرض مصر أماكن أثرية ساحرة شكلت علامات مضيئة تميز كل عصر، كتلك القصور والمتاحف التي شيدت لتكون تحفا نادرة. فمن داخل متحف الخزف الإسلامي بالزمالك تدور حلقتنا اليوم من برنامج آثار وحكايات، فكونوا معنا. تأتي فكرة إنشاء متحف الخزف الإسلامي لعرض مجموعة من روائع الخزف المصنوع على طراز العمارة الإسلامية. فالحضارة المصرية أقدم الحضارات الإنسانية علاقة بفن الخزف منذ ما قبل التاريخ وعلى مر العصور. يحتل متحف الخزف الإسلامي الدورين الأرضي والأول من قصر الأمير عمرو إبراهيم في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويرجع تاريخ تشييد القصر إلى السنوات الأخيرة من الربع الأول للقرن العشرين الميلادي، وقد تم بناؤه ليجمع بين عدة طرز معمارية، حيث تستوحي عناصره المعمارية من الطراز المغربي والطراز التركي والطراز الأندلسي، مع تأثيره بالطراز الكلاسيكي الأوروبي. يحتوي القصر على مجموعة قاعات ضخمة تتوسطها القاعة الرئيسية، والتي تتمركز حول نافورة من الرخام الملون، والقاعة مغطاة بقبة رئيسية فخمة وبها مجموعة رائعة من نوافذ الزجاج الملون المؤلف بالجص، حيث تصطف على مدار المحيط الدائري للقبة الشامخة التي تعلو البهو فوق الطابقين الأرضي والأول للقصر. ونوافذ الزجاج المعشق بالجص من العناصر البارزة في العناصر الإسلامية، بالإضافة إلى العناصر المعمارية الأخرى على تنوعها. فأعمال الخرط العربي على درجة عالية من الثراء، والأسقف والحوائط محلاة بالزخارف والمقرنصات الجصية المليئة بالعناصر الزخرفية النباتية والهندسية والكتابات في تشكيلات متداخلة ومتراكبة. احنا دلوقتي في قصر الأمير عمرو إبراهيم، ويعتبر من أهم قصور منطقة أو حي الزمالك هو هذا القصر. وللحديث عن قصر الأمير عمرو إبراهيم لابد الحديث عن حي الزمالك، الموقع اللي تم إنشاء القصر فيه. ويعتبر حي الزمالك من أرقى الأحياء الموجودة. بدأ يد العمران تطول في العهد المملوكي في عهد الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة 747 هجرية، ومر حي الزمالك بعدة مراحل وتطور كبيرة، وكان يسمى في البداية باسم جزيرة حليمة، وده في العصر المملوكي. وبعد كده طالوا يد العمران في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1863، واختار له سراي الجزيرة المقابلة لهذا القصر. نرجع بقى لمين هو الأمير عمرو إبراهيم. الأمير عمرو إبراهيم يعتبر من أحد الأمراء المحبين للبلد، ومن أحد الأمراء اللي له باع طويل في الثقافة والعلم والمعرفة. هو ولد سنة 1903 وتزوج الأمير من أمه السيدة صالحة إبراهيم حلمي ابن الخديوي إسماعيل. فصالحة دي هي حفيدة الخديوي إسماعيل، حفيد محمد علي باشا. وبعد كده تزوج الأمير عمرو إبراهيم زيجتين. الزيجة الأولى من يسري ثروت هانم، وربنا رزقه منها بثلاث بنات، طبعا نعمة الله وأمينة وإنجي. أما الزوجة الثانية فتزوج من نجلاء هبة الله سلطان، ودي آخر حفيدة
لآخر سلاطين الدولة التركية أو الدولة العثمانية، ولذلك سمي الأمير عمرو إبراهيم بالسمو أو صاحب المجد نظرا لنسبه لآخر سلاطين الدولة العثمانية. وربنا رزقه منها بإبراهيم عثمان، ده يعتبر ولد الأمير عمرو إبراهيم الوحيد، وهو بيعيش في سويسرا، وأحفاده برضه بتعيش في سويسرا حتى تاريخنا حالي، وجزء منهم في إيطاليا والجزء الآخر في فرنسا. دي الزوجتين اللي تزوجهم الأمير عمرو إبراهيم، ورزق بثلاث بنات وولد وحيد. بالنسبة لتاريخ إنشاء قصر الأمير عمرو إبراهيم، كان في لغط كتير عن تاريخ الإنشاء. بعد المراجع أو المصادر اتكلمت إن هو أنشئ سنة 1920 1921 1922، ولكن أنا عندي الوثيقة وعندي النص انتهاء بناء القبة الداخلية لقصر عمرو إبراهيم، وموجود على شريط كتابي بالخط الكوفي المورك ان تم الانتهاء من بناء تلك القبة سنة 1343 هجرية، ما يعادل 1924 و1925. ده الدليل الأولاني. الدليل الثاني وجود وثيقة مؤرخة بتاريخ 1935، والوثيقة شرحت ان تم بناء هذا القصر قبل كتابة الوثيقة ما يقرب من 12 عام، ولو طرحنا ال 12 عام من 1935 هيبقى تاريخ الإنشاء 1923. فاحنا مجازا هنقول تاريخ إنشاء هذا القصر بناء على النص الإنشائي اللي موجود في القبة وتاريخ الوثيقة من 1923 وانتهى 1925. ده يعتبر تاريخ إنشاء القصر. طب مين المهندس المعماري اللي أنشأ القصر؟ أنشأ القصر المهندس المعماري الأرمني الأصل اللي هو جارو ألبان. جارو ألبان ده يعتبر يعني من أهم المهندسين في تلك الفترة، وعيلة ألبان دي كانت من يعني اشتغلت في البلاط السلطاني، وكانت متأثرة جدا بالطراز الإسلامي اللي موجود، وده ظهر جليا في الطراز المعماري الموجود دلوقتي في قصر الأمير عمرو إبراهيم. الأمير عمرو إبراهيم برضو لازم نديله حقه إن هو الراجل تم وصفه بأقصى من لقب: الأمير والنبيل وصاحب السمو وصاحب المجد. النبيل يعتبر ليه يسمى النبيل؟ لأنه يعتبر من الأسرة أمير من أسرة محمد علي باشا، من أم شرعية، ولازم نقول لازم أن يكون نبيل تكون من أم شرعية وتكون مسلمة ومصرية الجنسية. فكانت أم الأمير عمرو إبراهيم تعتبر أم شرعية، وليس مش من المستولدات الأمهات المستولدات في عصر أسرة محمد علي، فلقب بالأمير بالنبيل والأمير، ولقب بصاحب السمو وصاحب المجد نظرا لأنه صاهر آخر سلاطين الدولة العثمانية. متحف الخزف الإسلامي هو أحد المتاحف النوعية المتخصصة في فن الخزف الإسلامي، وهو تم افتتاحه يوم 15 أكتوبر بعد فترة غلق دامت أكثر من 14 عاما، وذلك بسبب مراحل التطوير اللي كانت خاصة بالمتحف. وطبعا ده توجهات السيد معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو. اللي هيزور متحف الخزف الإسلامي هيلاقي أن الخزف الإسلامي اللي موجود داخل المتحف هو يعتبر من أهم مقتنيات الخزف على مستوى العالم العربي بل والعالم كله. لكن اللي هيشغلنا أكتر هو التحفة المعمارية اللي خاصة بقصر الأمير عمرو إبراهيم، اللي هو بيحتوي المتحف داخل المركز. قصر الأمير عمرو إبراهيم هو أحد القصور الهامة جدا اللي تم بناؤه سنة 1923، وكان لأحد أمراء العيلة العلوية اللي هو الأمير عمرو إبراهيم، وكان مهتم جدا بالثقافة وبالرياضة وبالعمارة، فكان أولوياته أن يتم إنشاء هذا القصر اللي كان بيستضيف فيه أصدقائه وبيتعايش فيه.
كمان هنلاقي داخل القصر مجموعة من العبارات الإسلامية أو الخاصة بالقرآن اللي كانت في قاعات المتحف المختلفة، وأهمها وهي ولا غالب إلا الله، واللي هيطلع عليها هيلاقيها إن هي موجودة في قصر الحمراء في غرناطة في أسبانيا، اللي بني الأحمر كانوا مهتمين بنفس العبارة اللي بتديهم جانب من الشعائر الدينية أو القوة المستمدة من القرآن والدين. قصر الأمير عمرو إبراهيم لو احنا اطلعنا عليه هنلاقي انه مكون من مجموعه من الغرف اللي هي تحولت لمجموعه من القاعات اللي بتحتوي طرز مختلفه زي الطراز الفاطمي والطراز التركي والطراز الايوبي والطراز المصري المتعدد وغيرها من الطرز الاسلاميه. الملفت في الموضوع ان الخزف اللي معروض اللي تم اقتناؤه من المتحف الاسلامي ومن متحف الجزيره بالاوبرا هي مجموعه من القطع الخزفيه الهامه جدا واللي بتؤرخ لفترات زمنيه متعدده ترجع الى القرن الثامن عشر. ولكن هنلاقي ان زوار المتحف لما بيزوروا المتحف بيقولوا قد ايه ان الفترات الزمنيه دي كان الجانب الجمالي مرتفع جدا، حيث ان القطع اللي موجوده كانت للاستخدام اليومي. فالفنان المسلم استطاع ان هو يقدر ان هو يعمل ربط ما بين الجوانب الجماليه وبين الجانب التطبيقي او الوظيفي اللي كانت بتستخدم في القطع الخزفيه اللي موجوده من آنية واباريق وفازات في حياته اليوميه. فكانت الحياه اليوميه محمله بالقيم الجماليه. ولعل اقل مثل وهو شباك القله اللي هو الاناء اللي كان بيشرب فيه الميه، هو لم يكتفي بعمل مجموعه من الثقوب فيه، ولكن اهتم ان هو يعمل تصميم محتوي هذه الثقوب عشان وهو بيشرب الميه يلاقي قيم جماليه تسعده اكتر وهو بيشرب. في نفس الوقت هنلاقي ان القصر كتحفه معماريه هو مازال بحالته كانه لسه مبني من فتره قريبه جدا بمجموعه الزخارف والبلاطات اللي موجوده من السيراميك او من القشاني بالالوان المختلفه، ولكن كان فيها حاله من الوعي لربط العرض اللي موجود اللي هو الخزف الاسلامي بتلك القيم المعماريه اللي ذات جذور اسلاميه في العماره. وكمان احنا لو قدرنا ان احنا نزور المتحف هتلاقوا في غرفه الامير فوق موجوده مجموعه من الزخارف اللي فيها مجموعه من الكتابات الاسلاميه الملفته جدا زي نعمه كامله بركه شامله، وده بيؤكد قد ايه ان صاحب القصر الامير عمرو ابراهيم كانت النزعه الدينيه عنده والجماليه متوافقه معا عشان يخلي فيه قصر يحمل قيم جماليه وفيها مجموعه من العبارات او الايات القرانيه اللي موجوده. كمان هنلاقي ان صوت الميه او خرير الميه كان احد الاولويات اللي بتشغله، فهنلاقي في مدخل او في البهو الرئيسي للمتحف هنلاقي فيه نافوره بتعمل مجموعه من اصوات المياه. هنلاقي داخل الطراز الفاطمي غرفه الطعام اللي كان هو بيستضيف فيها زملائه، هنلاقي ان برضو في نافوره بتحمل قيمه الميه. هنلاقي في الغرفه اللي خاصه بيه فوق في الدور العلوي برضو النافوره بتعمل صوت ميه. كل هذا بيؤكد قد ايه ان هو كان مرتبط مع الحياه الطبيعيه اللي ليها جمال طبيعي يؤكد اهتمامه بالحياه الطبيعيه. هنلاقي كمان ان في مجموعه من الاعمال ذات الطابع الاندلسي موجوده في العرض بتقود مدى ارتباطه بالحضارات المختلفه اللي متواجده على في التاريخ الاسلامي بشكل عام. نجد الفنان المسلم يظهر مدى براعته في الفن، وذلك في القطع الخزفية المعروضة في متحف الخزف الإسلامي وبخاصة في الطراز الفاطمي. فنجد الفنان المسلم استطاع أن يتخطى إشكالية الحرمانية في تجسيد الجسد البشري أو الحيوانات بشكل كامل، في أنه هو استطاع أنه يعمل حالة من التبسيط والتجريد لرسوماته وما زالت تحمل نفس التوجه وتحمل نفس القيم الجمالية. وبالتالي كان الفن بالنسبة له هو حالة من الاستمتاع وحالة من الإبداع وحالة من الذكاء في تحقيق أغراضه الفنية بما تحمل من قيم جمالية وتشكيلية، ولكن في حالة من احترام لتقاليد الدين. وكمان بنجد ان زوار المتحف سواء اذا كان من المهتمين بالخزف او طلبه كليات الفنون سواء الفنون التطبيقيه او الفنون الجميله او تربيه فنيه او غيرها من الكليات الفنيه، هم في زيارتهم للمتحف بيستمتعوا بالزياره سواء من الجانب الجمالي او من الجانب العلمي، حيث نجد في الاعمال الخزفيه المعروضه تحقيق لمدى
مدى تمكن ووعي الفنان أو الخزاف المسلم في التعامل مع الخامة اللي هي الطين، وكيفية السيطرة عليها في أشكال جمالية وتحقيق الأغراض المعنية من فن الخزف، سواء في الطلاء الخارجي أو سواء في البريق المعدني أو غيرها من الجوانب التنفيذية لفن الخزف. وكمان بنجد أن مجموعة الزوار من الأجانب بيبقى في حالة من الانبهار أن هم بيجدوا فن إسلامي يحمل قيم جمالية وإبداعية بهذا القدر، يحتويه أيضا مبنى معماري يرجع تاريخه ل 1923، يعني ما يقرب من 100 عام، وما زال محمل بالقيم الجمالية والأسس المعمارية الناجحة اللي بيخلي الزوار في حالة من الانبهار سواء مصريين أو أجانب. ويمكن يكون من أهم الزوار اللي بيزوروا المتحف هم طلاب المدارس، في حالة من التواصل ما بين الفن ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، اللي زوار المدارس بيكونوا في حالة من الانبهار، بل بيكون عندهم حالة من الشغف في الأسئلة المطروحة والدؤوبة عن الخزف وعن كيفية عمله وعن القيم الجمالية اللي موجودة فيه وعن المبنى. ويمكن تكون أسئلتهم خارج الصندوق، خارج ما هو معتاد أن يتم السؤال عنه، وده بيؤكد قد إيه إن الطفل المصري أو الطالب المصري هو عنده حالة من الوعي وحالة من التفكير والشغف إن هو يعرف آثار بلاده ويستمتع بيها بشكل من المتعة الحقيقية والبحث الدؤوب. يمكن يكون متحف الخزف الإسلامي رغم فترة الغلق اللي استمرت لفترة طويلة، لكن مازال ليه مجموعة من الرواد ومجموعة من المهتمين اللي بيكونوا دؤوبين على الزيارة مرة واثنين، ويكون عندهم حالة من الزيارة والدراسة الحقيقية للقطع اللي معروضة والطرز المختلفة اللي موجودة داخل المتحف. قصر الأمير عمرو إبراهيم من أجمل قصور الزمالك، يتكون من بدروم كان يستخدم للخدم، ودلوقتي معرض للفنون التشكيلية. وفي الدور الأرضي بيتكون، كان عمرو إبراهيم محب العمارة الإسلامية، وظهر ده في إضفاء عناصر إسلامية زي نافورة رخامية محاط بها 8 أعمدة، وفي قبة تعلو النافورة على شكل مفصص، وفيها نوافذ مغشقة بالزجاج الملون، وتوجد مقرنصات، وأسفلها شريط كتابي مكتوب عليه بالخط الكوفي المزهر سورة العصر. وفي المدفأة في وسط الصالة، وهي بالكشان الأزرق، ومكتوب عليها كتابات وزخارف نباتية، ومكتوب عليها اسم الصانع وبلد الصنع كتاهية، وفي اسم الجلالة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفي أعلى المدفأة لا غالب إلا الله، ودي كانت منتشرة في كل جدران المتحف. وفي بائكة أعلى المدفأة بتتكون من 4 أعمدة من الشمال و4 أعمدة من الجنوب، أعمدة رخامية. وبعد كده بنطلع للطابق الأول، نطلع له بسلم داخلي، وفي فوق غرفة ال4 غرف، أهمهم غرفة الأمير بتتكون من 3 أقسام. القسم الأول كان شكله مربع، وفي على الجانب دواليب حائطية مزخرفة بالصدف خشبية، وفي المقابل نافورة رخامية. وبعد كده بنخش على الحجرة الوسطى، كانت مليانة مرايا، سميت بغرفة المرايا لكثرة المرايا بها، والسقف بتاعها كان مجلد بالخشب المجلد بالذهب. وبعد كده بنخش على الحمام الملحق بالغرفة، ده يعتبر تحفة معمارية، في مغطس كبير من رخام المرمر، وفي المقابل حوض عليه محارة، وفي ساعة، وفي طائرين من الجنبين بس. وفي بائكة من أمام ال4 غرف بتطل على البهو والدور الأرضي.
قصر عمرو إبراهيم واحد من أجمل قصور عصر الأسرة الملكية في مصر. القصر دوت كان بيبنيه المهندس جارو ليبيان، وهو مهندس أرمني استحضره الأمير عمرو إبراهيم من كتر حبه في العمارة الإسلامية، وبالذات العمارة القديمة، العصر المملوكي والعصر الفاطمي والعثماني. المهندس دوت كان مشهور عنه إن هو مهندس القصور العثمانية، وبالتالي بناله القصر على النظام دوت وعلى العصر الإسلامي المستحدث. هنلاقي فيه تأثيرات كتيرة جدا في العصر بنتميز بيها. في القصر بنتميز بيها القصر دوت متأثرة بالطرز الإسلامية المستحدثة. هنلاقي القبة الفاطمية في القبة الخارجية اللي بره والتفصيص اللي فيها، وطبعا رقبة القبة اللي بتتميز بان احنا بنسجل عليها النص التأسيسي بتاع المكان. بيبقى فيه تحت منها إطار أو مقرنسات وحطات بنرفع عليها القبة، وبيبقى فيها نوافذ معشقة بالزجاج الملون بتعمل إضاءة وانعكاس قوي جدا على المكان لإضاءة روحية وإضاءة دينية كمان. من ضمن الطرز المهمة جدا اللي استخدمت هنا هو الطراز الأندلسي، واللي بنشوفه في تفاصيل صغيرة في القصر، واللي بتبين قد إيه إن الأمير عمرو إبراهيم كان مهتم جدا بالعمارة الإسلامية على طول الفترات بتاعتها. الطرز الأندلسية ديت أو الطراز الأندلسي دوت ظهر في كلمة الله غالب اللي منتشرة على أغلب جدران القصر، واللي بنشوف فيها تأثير دولة بني نصير اللي كانت بتدي قوة وتأثير قوي على قوة الدولة الأندلسية، واللي اتأثر بيها برضو المهندس اللي أسس القصر دوت، واللي أضافها قبلينا في قصر سرايا الجزيرة اللي أثر بتبعيته وتصميمه الإسلامي على قصر عمرو إبراهيم، اللي ما كانش هينفع يطلع بنسخة مختلفة عن أقرب قصر ليه قصر سرايا الجزيرة. وطبعا لتأثر عمرو إبراهيم نفسه بجده إسماعيل باشا إن هو يبقى عامل قصر يعني مش بيضاهيه في قوته، لكن كمان في نفس الطراز بتاعه. من أجمل الحاجات اللي هنشوفها المملوكية هي الطراز المدخل التذكاري اللي بيتوج الواجهة الرئيسية. هو بيبقى مدخل بارز شوية عن الواجهة الرئيسية، بيبقى مرفوع على 4 أعمدة، بتبقى العقود بتاعته عقود مدببة وبيترفع على رفرف من الخشب. ده جزء شوية فيه طراز عمارة أوروبية اللي هو الرفرف الخشبي دوت، لكن بشكل أساسي المدخل التذكاري اللي بيتقدم أي واجهة رئيسية دوت تأثير فاطمي ومملوكي، من أبرز الحاجات في العمارة الإسلامية يعني. كمان بنلاقي فيه تفاصيل تانية مملوكية في المكان، زي ما احنا بنسجل هنا في الغرفة بتاعت غرفة نوم الأمير إن الغرفة ملحق بيها حمام استخدم فيه، ودوت هنشوف ان هو بيستخدم بعد كده في حاجات كتيره هنتعمل هي الجرين ميوزيم او الايكو سيستم لاي مكان. ان انا بستخدم في الحمام ان هو بيستخدم سيمي دوم كده او قبه نصف دائريه، بس بيستخدم فيها الديلي لايت علشان يوفر اضاءه قويه وعلشان يحط لمسه جماليه وحراره، لان الشمس معروف ان القاهره يعني من البلاد اللي حرارتها عاليه، فبنعرف نستغل الاضاءه اغلب اوقات السنه فيها يعني. وكمان هنا بنشوف تأثير أندلسي وعثماني، هو مقعد التختبوش، هو بتبقى زي لونجيه دلوقتي اللي بيتقال عليه أو الاستراحة يعني قبل ما بيدخل المكان بتاعه. القصر كان فيه تفاصيل كتيرة جدا بتبين أن الطرز الإسلامية كلها لما بتتشابك مع بعض وبتتناغم في مكان بتطلع أبرز ما فيها وبتطلع تحفة معمارية زي عمرو إبراهيم. بسبب أهمية القصر وزارة الثقافة سنة 1971 حطت إيديها عليها وبقى متحف لمحمد محمود، وانتقلت ليه كل المقتنيات بتاعته وافتتحوا الرئيس السادات. وبعد كده من سنة 99 انتقلت ملكيته هنا لمركز الجزيرة للفنون، واللي بيتم فيه إقامة فعاليات واحتفاليات كتيرة عن المعارض التشكيلية والاحتفاليات الفنون التشكيلية. ومن داخل متحف الخزف الإسلامي بالزمالك، أحد أبرز المناطق السياحية في مصر، كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد وحلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.